السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. وصفتنا النهاردة ان شاء الله الملوخية بالارانب او الارانب بالملوخية. هما الاتنين بيبقوا كأنهم توأم مع بعض، يعني ما شاء الله مرتبطين ببعض. وفعلا الملوخية بالارانب بشوربة الارانب ليها طعم مميز وليها ريحة وشكل مختلف تماما عن الملوخية بأي حاجة تانية. اول حاجه قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا، يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ريت اتمنى لو تدعموني بلايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. وهنقول بسم الله. هنبدا معانا حوالي 7 8 بصلات وورق لورا وحبهان. ومعانا الارنب اللي انت هتعمليه. اغسلي الارانب بتاعتك كويس جدا جدا، وخلي بالك من مؤخرة الارنب من ورا، لان احيانا بيكون فيها الفضلات باقية لسه ومتبقاش باينة. نضفيها كويس، وبتبقى هي طبعا مسلوخة، فبنغسلها بقى بالملح والليمون وبنصفيها وبنجيب حلة وبنحطها على النار بحيث تكون حامية يعني. احميها على النار عشان ايه؟ اول ما بدي الارنب فيها صدمة كده ما متلزقش فيه. طيب بشوح فيها الارنب شوية كده لحد ما تاخد لون اصفر كده والمية بتاعتها تنشف. برمي لها بقى بصل وطماطم وورق لورا وحبهان، كل ده بتشوح معاه. بعد ما بتاخد التشويحة واللون المطلوب بنزل عليها بمية مغلية، يعني بغطيها كده على اساس دي بتكون الشوربة بتاعتنا. بحط لها التوابل بتاعتنا بقى، ملح وفلفل وكمون. وطبعا زي ما قلت لك اهم حاجة والطماطم اهم حاجة بتدي للشوربة طعم، هي الحبهان والورق اللورا. طيب دي الملوخية بتاعتنا بقى، قطفناها وغسلناها. ولازم تنشفيها كويس جدا جدا جدا، لان لو هي فيها نسبة من المية، لو كان فيها نسبة من المية وقطعتيها وخرطتيها بهي فيها المية دي، بتلاقيها مزلقة وبتعمل خيوط كده وما بتبقاش حلوة خالص. فأحسن حاجة ان انت تغسليها وتصفيها كويس وتروحي منشفاها، يا اما تحت المروحة تفردي ملاية كده وتحطها تنشف تحت المروحة، او تنشفيها بكلينكس او فوطة نظيفة عندك، اي حاجة. المهم ان انت تنشفيها كويس بس، وتخلطيها وتنعميها وتنزلي بيها على الشوربة. تحطي كمية شوربة شوية صغيرين الأول، وبعدين عشان يا حبيبتي المواقف دي بتتعب قوي لما ساعات الشوربة تكون أكتر من الملوخية أو الملوخية أكتر من الشوربة وما في الشوربة، يعني الاتنين بيعملوا أزمة. فانت تحطي كميه شوربه شويه صغيرين، وانزلي بالملوخيه اللي معاكي وقلبي لحد ما توصلي السمك المطلوب. زودي بقى شوربه، زودي ملوخيه، المهم تبقي متحكمه في الشيء اللي في ايدك. دي الحاجه التانية، قلبيها لحد ما تفك معاكي بقى في الشوربه، وسيبيها ما تولعيش عليها النار الا لما يعني يا اما انك قبل الغرف بشويه صغيرين، قبل ما تقدميها. حط لها نص معلقه سكر. بتحافظ على لون الملوخية أخضر. الدقة بتاعتنا أو الطشة بقى، معانا معلقتين زبدة وراس توم حلوة، يعني معلقتين توم مليانين كده مفرومين. ومكتري أوي من الكزبرة الناشفة والكمون. وحط نص معلقة ملح صغيرة. كل ده حطيه في الطشة وفي الدقة بتاعت التوم، وحمصيها كلها على النار. صدقيني بتفرق قوي قوي في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. يعني الطشه دي لما تحمصيها بالمكونات اللي قلتلك عليها مع معلقه زبده او سمنه بلدي مش زيت، وكتري الماده الدهنيه شويه عشان الطشه تبقى سايله معاكي كده، تقوم تعمل شكل وطعم وريحه مع الملوخيه، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بس بنحمصها كده لحد ما يكون لونها يعني ذهبي فاتح كده، ما تلسعيهاش قوي او تغمقي لونها قوي، خليها لونها الذهبي الفاتح الحلو كده، زي نفس اللون ده كده. هتلاقي الملوخية طعمها معاكي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وفعلا الملوخية بتاعت الارانب بيبقى لها وضع تاني وشكل تاني خالص. بس بعد ما تحطيها نحط الطشة، طبعا بيبقى باقي كتير في الطاسة، بنحط شوية شوربة معاها. ناخد الباقي اللي في الطاسة ده. حاولي بقى يا ست الحبايب لما تعملي الملوخية انك انت تعمليها اخر لحظة قبل ما تقدمي الاكل، لان هي كل ما غابت بتسقط، وكل ما غلت كتير بتسقط. فانتي ما تعملهاش لما تكوني هتعملي ملوخية. حضري التوم بتاعك، حضري الملوخية، حضري الشوربة، وخليها قبل الغرف والله ب5 دقايق بس تكوني عاملاها. بجد بتفرق كتير قوي قوي لما بتتركن.
شوية، ولما بتكون لسه معمولة ونازلة من على النار وتتقدم على السفرة على طول. دي الارانب بتاعتنا استوت اهيت ما شاء الله. انا بحب ازود البصل صراحة عشان آه بيبقى بحمره كده وبيبقى طعمه لذيذ. طيب احنا بقى كده حمرنا الارانب، تحمرها يعني يا ريت في معلقة سمنة بلدي مع زيت. ودي فتة بقى، الفتة المصري بتاعتنا. في ناس بتحمص الفتة صراحة، بس انا ما بحبهاش متحمص. ورز وفتة ومكرونة، وصراحة كانت أكلة لذيذة مع الأرانب ومع الملوخية. أتمنى الفيديو بتاعنا يعجبكم النهاردة، ومتنسوناش بلايك وشير، وياريت تشتركوا في القناة وتدعموني ونكبر سوا مع بعض. وصلي وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.